أخيرا وصلت البيت. طبعا اليوم كان كلش متعب. اليوم 14/2 14 شباط، وعيد الحب مثل ما تعرفون، وكان كلش متعب شغل وبعدين احتفال ومنها سوالف. خلينا نطفي السيارة، توني وصلت البيت. شوف هذا عقيل ايش دازي. هلا دكتور، شلونك؟ اخبارك؟ امورك؟ الدكتور، ما عرفنا شنو جبت هدية للحب لو خطيبتك بعيد الحب. انا هم اريد اجيب، والله اريد اشتري واحد بس ما اعرف. حبيب قلبي عقيل، السلام عليكم، شلونك؟ اخبارك؟ ان شاء الله بخير حبيبي. ان شاء الله اليوم ادزك رابط مال فيديو على اليوتيوب نزلته. شوف اني جبت هدية بعيد الحب واتعلم منه. فيما لا حبيب قلبي، نشوفك ان شاء الله. السلام، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم كان كلش يوم متعب، لانه مو موضوع عيد حب ولا عيد غرام ولا هاي السوالف. ودا تشوفوني لابس اسود وهاي مربعاته بيض، ماكو شي اسمه نلبس احمر وهاي السوالف. رقم 1. رقم 2، خلينا نحكي احنا رد على رسالة صاحبي اللي دز لي اياها، اللي دا يسألني شنو يهدي في عيد الحب، واحكي عليه بشكل عام للكل. اولا عيد الحب من اجى؟ منو اللي سووه؟ بالدين الاسلامي احنا نعرف عندنا عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى. عيد الحب هو جاي من النصارى، مو من عندنا احنا ما إلنا علاقة به. هاي رقم 1. رقم 2، عيد الحب ليش تسمى فالنتاين؟ جاء فالنتاين على الحب، ماكو اي ربط بالاسم. فالنتاين هو نسبة الى القس فالنتين اللي انقتل بروما اثر اضطهاد حسب ما يقال، ولكن القصة الحقيقية انه هو انتحر ويا عشيقته او حبيبته. فمن وقتها سووها كل 14/2 اللي هو التاريخ اللي انتحر به هو وحبيبته عيد حب. لكن الحقيقة هي ماكو شيء اسمه فالنتاينز. بالنسبة لنا كمسلمين دا أحكي حكمه بالشرع حرام وما يجوز. ليش ما يجوز؟ لأنه تشبه بالنصارى. احنا المسلمين عندنا عيدين فقط لا ثالث لهم طبعا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم أصبح منهم. يعني أنا هاليوم أتشبه بالنصارى، أنا طلعت من ملة محمد وصرت منهم، فهذا الشيء خطأ. أتمنى من الأخوة، أتمنى من الناس اللي ما كانت تعرف تتوعى بيه، ومو عيب واحد يتعلم ويغلط، كلياتنا نغلط ونتوب، وخير الخطاؤون التوابون. فمن هسه نقول لكم ترى ماكو شيء اسمه عيد حب، وهاي السوالف الخزعبلات اللي طلعت لنا بهاي السنين وما إلنا علاقة بيها، يعني شيلوها من راسكم. فارجع لعقلك وارجع لتفكيرك وقرب من دينكم، لأنه إذا خسرت كل شيء وربحت دينك وقربك من الله سبحانه وتعالى فهو هذا المكان. إن شاء الله أشوفكم بالفيديو القادم، ولا تنسوا متابعتي على الانستغرام مؤمن M17، وعلى التيك توك وعلى سناب شات همين مؤمن M17، وصفحتي على الفيسبوك اكتشف مع مؤمن. طبعا راح احط لكم الروابط كلها اسفل الشاشة صندوق الوصف. See you.